أهلا بكم. المصريين بيعملوا ملحمة في حب مصر السيسي. الشعب المصري على الحدود لمؤازرة ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي بيتعرض لضغوط كبيرة بسبب التهجير. الضغط الامريكي والضغط الاسرائيلي وضغط الدول الاوروبيه الكل بيضغط على عبد الفتاح السيسي من اجل قبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه، لكن الشعب المصري كله مساند بكل ما اتاه الله من قوه للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقياده السياسيه. الشعب المصري النهارده يا جماعه بيزحف لمعبر رفح، الشعب المصري بيزحف للحدود، بيقول له يا سيسي شبيك لبيك، شعبك المصري كله بينك وبين ايديك. الشعب المصري كله بيطلع على الحدود، الشعب المصري بيرفض عملية تهجير، الشعب المصري بيقول لا لتصفية القضية الفلسطينية، الشعب المصري بيقول احنا جاهزين لأبعد مدى مع عبد الفتاح السيسي. الشعب المصري النهارده يا جماعة عامل ملحمة في حب الوطن، الشعب المصري كله على الحدود خطوات يعدي السور ويبقى في إسرائيل. مفيش أعظم من كده، مفيش حب من شعب رئيسه بالشكل ده. الإخوان المسلمين كانوا بيدعوا في 25 يناير للنزول، النهارده الشعب المصري كله على الحدود في 31 يناير ودعوات 25 يناير مفيش حد موجود. دي الفرق بين الرئيس اللي بيحبه الشعب بتاعه. الشعب المصري يا جماعه بيقول لعبد الفتاح السيسي ما تخافش من ترامب، بيقول لعبد الفتاح السيسي انت اسد وقلبك اسد، بيقول لعبد الفتاح السيسي ما تخافش من اي حاجه، الشعب المصري كله في ظهرك، الجيش المصري في ظهرك، الشعب المصري بيقول لك يا سيسي كمل واحنا في ظهرك شعب وشرطه وجيش. الرئيس الامريكي المعتوه ترامب بيضغط النهارده تاني على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقول له احنا خدمنا مصر كتير وقفنا مع مصر كتير، والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ملك الاردن هيخدمونا وهيقبلوا بعمليه التهجير. انسى يا شاطر، انسى، مفيش تهجير للفلسطينيين، الفلسطينيين هيستمروا في ارضهم، ده حقهم الشرعي، والدوله الفلسطينيه هتقام رغم انف ترامب ورغم انف الصهاينه. يا جماعه مصر دولة كبيرة قوي، مصر ستظل بكل ما آتاها الله من قوة داعمة للفلسطينيين ومساندة للقضية الفلسطينية. رسالة النهاردة الشعب على الحدود رسالة بمليون معنى، رسالة بمليون معنى للصهاينة ولترامب، بالرسالة بتوصل لهم إن الشعب المصري كله خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري كله خلف القيادة السياسية، ومصر لن تقبل بظلم، لأن تهجير الفلسطينيين ظلم لن ترضى به ولن تقبل به الدولة المصرية. والرئيس عبد الفتاح السيسي هو رمز للدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي عمره ما هيقبل بظلم للفلسطينيين، وسنظل داعمين للقضية الفلسطينية.